وحشتوني. مساء الخير، مساء الجمال، مساء العسل، مساء الورد، مساء الحب، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء الحب تاني، مساء القوة، مساء كل حاجة حلوة عليكي. هي أحلى حاجة حصلت في الدنيا. النهارده معانا اسك رضوى واسال رضوى، هنقعد بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. معانا شويه وقت محترمين، ناخد مشكله بمشكله ونرد عليها. بس قبل ما هعمل كده انا هستاذنكم في دقيقتين لنيه 2019. هنفضل نتكلم عن مشاكلكم، هنفضل نتكلم عن علاقاتكم بالاخرين، سواء كان زوج، سواء كان خطيب، سواء كان حبيب، سواء كانت حما، وهكذا. لكن في حاجة مهمة احنا كمان لازم نقولها في هي وبس. انا قررت ان شاء الله ان احنا النهارده نبتدي بيها الحلقة. هو انتي قبل علاقتك بالاخرين انتي مهمة. اهمية علاقتك بالاخرين تترتب على اهميتك واولويتك عند نفسك. عارفة انه قرار الخسسان مش سهل، عارفة ده، لكن انا هفضل اقول خسوا خسوا خسوا. كل ما هتخسي هتحسي ان انتي عاملة زي الفراشة، هتحسي ان انتي لطيفة مع نفسك، هتحسي ان انتي خفيفة، هتحسي ان انتي لطيفة مع الاخرين. كل ما هتخسي هتعرفي تلبسي، نفسيتك هتتحسن، الثقة في النفس والاداء عظيم. الاسبوع اللي جاي او بكره لو عرفت هجيب لكم الصوره بتاعتي وانا تخينه اكتر من كده، تقريبا 30 كيلو. 30 كيلو يعني دراع قد كده، مفيش وسط خالص، وبطن قد كده، رجل قد كده. الحركه كانت صعبه، جه غضروف، جه عدم سواقه، جه تنميل، جه قرف من الحياه، جه مفيش هدوم بتتلبس، مش عايزين نشوف بني ادمين، صحابي اللي عايزين يشوفوني يجولي البيت انا ما اخرجش، مش عايز اشتغل، مش عايز اشوف حد، هو يا دوبك ام بتربي العيله وخلاص وخلصت على كده. القرار ان احنا نتغير، القرار ان احنا نخس، القرار ان احنا نشتغل. امبارح انا بعد ما خلصت الحلقه كنت رحت مكان ما، قابلت ستات كتير قوي وجم وسلموا وكذا، نصهم ما بيشتغلوش. بتقولي مش عايزه اشتغل، انا متجوزه وجوزي بيصرف عليا، احنا تمام، انا ارمله وجوزي سايب لي فلوس كتير الله يرحمه، فانا بصرف على عيالي وعليا وتمام. الشغل مهم حتى لو انت مش محتاجه الفلوس. احنا ما بنشتغلش عشان خاطر الفلوس وبس. تحقيق الذات دي مش كلمه في الهوا. تحقيق الذات اللي علماء النفس بيتكلموا عليه والاستشاريين وكل الناس اللي ليها علاقة بتحقيق الذات. تحقيق الذات دي مش كلمة اعتبارية، مش بنقولها كده وخلاص والسلام. حققي ذاتك يا حبيبتي، انت لازم تحققي ذاتك. لا، انت لما هتشتغلي هتشوفي وشوش جديدة، هتغير حياتك. لما هتشتغلي هترجعي البيت تعبانه بتقلعي الجزمه وبتستحمي وبتشوفي العيال وبتاع، لكن عندك هدف غير الزوج والعيال. تحقيق الذات ده هيرفعك، هيعلي من نفسيتك مهما كان الشغل فيه ضغوط، مهما كان معاكي ناس بتنفسن عليكي في الشغل، بتقبضي قليل، مواصلات صعبه. عارفه ان احنا في مصر للاسف الشديد ما فيش حد بيشتغل جنب بيته. يعني احنا اللي بيبقى شغال في التجمع بيبقى ساكن في اكتوبر، واللي شغال في اكتوبر بيبقى ساكن في التجمع، ووسط البلد وبنقعد ساعتين وثلاثه. انا عارفه، بس المشوار اللي انت بتسوقي فيه عربيتك او بتركبي فيه اتوبيس او تاكسي او ميكروباص، على قد ما هو ممل وسخيف لكن فيه حياه. انا عايزه يبقى عندك حياه، أنا عايزة يبقى عندك كذا حياة تعيشيهم، عشان لما حاجة تروح لا قدر الله حياة تانية تشيلها. ناخد بقى اسك رضوى أو اسأل رضوى. أوكي حاضر، نعدل التوب. رضوى أرجوكي، أنا بقالي 3 أسابيع ببعت المشكلة دي، بس حضرتك بتقولي مشكلتي إن أنا مرتبطة بواحد بقالي تقريبا سنة،
بس احنا دلوقتي بقت علاقتنا مش حلوه. اعتقد ان هي دي تقريبا شبه مشكله امبارح اللي هي احنا شبهناها بالمسلسلات التركي، ودلوقتي الصفحه بتاعتنا هي بس على الفيسبوك. لدرجه ان هو كان بيعمل اي حاجه علشان يرضيني، لو زعلانه ويفرحني، لو متضايقه ومش عارفه ايه وبتاع. دلوقتي بقى بارد جدا، ما بقاش بيهتم ولا بيصالحني لو بزعل منه لما اكلمه مش عارفه ايه وكذا. نتكلم ما بيرجعش معايا طبيعي زي الاول. طيب هي تقريبا هي نفس مشكله امبارح. علاقه مر عليها سنه او اكتر من سنه، حصل فيها برود، الراجل ابتدى يزهق. ففي الاول كانت عجباه، جابها، دخلوا في علاقه، ابتدى يزهق ويمل لان هم بقاله سنه. عشان كده انا بقول دائما وابدا بلاش فكره ان انا بحبك وانت بتحبني واحنا مش عارفين احنا رايحين على فين. اهو انا بكلم البنات اللي قبل الجواز، انا مش دقه قديمه، انا شفت ده كتير في الحياه، مش انا اللي شفته كرضوى، لكن شفت حواليا كتير بيقعدوا فتره طويله جدا وبنحب بعض وسو كيوت وهنكمل واحنا مع بعض، كنا مع بعض في المدرسه واحنا دخلنا الجامعه وهيجي يخطبني بعد ما يخلص وبيختفي. هعيد تاني اللي قلته امبارح، العلاقه المفروض علميا دلوقتي الاستشاريين بتوع العلاقات ما بين قوسين بيقولوا ان هي لازم تعدي ب4 مواسم. انا بقول هضيف عليهم من داخل البيت تحت الامبريلا او تحت الشمسيه بتاعه البيت. ال4 مواسم دول او ال4 فصول تحديدا، 4 فصول هم الصيف وشتاء وخريف وربيع. تعرفي راجل فيهم، بعد ما تعرفي راجل فيهم وتبقي تمام يبقى انت مؤهله ان انت تتجوزيه ويبقى هو ده، لان انتوا بتشوفوا بعض بالتقلبات. اما بقى الرجاله اللي بتقعد فتره عظيمه وبتسحب تمام وبعدين تيجي تقول لها لا سوري اصل انا مش مكمل او كان عاجبك واخبطي دماغك في الحيط، ده اللي سبب بسيط جدا يا جماعه، خلينا نبقى متفقين عليه. وانا اكتشفته على فكره. انا مش عارفه نفضلي شويه واقعد على الارض. الراجل بيدي نفسه اكبر من حجمه، حضرتك بتدي نفسك اصغر من حجمها. هو بيقدر نفسه اكبر من قدره وحضرتك بتقدري نفسك اقل من قدرك. فبالبلدي كده يعني زي ما بيقولوا بعد ما بيعدي السنه بيبقى هو الايد العليا. انا احمدي ربنا انا مكمل معاكي. لو انتوا بتخشوا علاقه بقى من اولها انت الايد العليا وهي مش حرب، بس انا عارفه قيمه نفسي، انا مقدره نفسي صح، هتتكلم معايا تمام هشيلك فوق راسي، هتفكر بوسه كبيره لبابا الباب يفوت جمل. لما هو هيكون شايف ان انت ممكن تستغني عنه طول الوقت او اي وقت مش هيقدر يسيبك ومش هيقدر يزعلك ومش هيقدر يضايقك. وانت كمان لازم تكوني جاهزه ما بينك وبين نفسك انه اي حاجه في الدنيا قابله للانتهاء، سواء بان احنا هنسيب بعض لا قدر الله او الموت. ما هي دي سنه الحياه. احنا بنتولد في الدنيا وبنعيش وبنغلط وبنستغفر بس في الاخر بيحصل ايه؟ بنموت. هي مش نظره تشاؤميه، هي الحقيقه البحته. اي حاجه في الدنيا بتموت الا وجه الله تعالى. ولازم تفهمي انه قلبك في ايده وقلبه في ايده، فلما تيجي تحبوا حبوه اكتر. فلما هتحبوه اكتر هو اللي هيدلكوا على الطريق الصحيح. لكن انا بحب الشخص اللي قدامي او الراجل اللي قدامي ده هيفضل يحبني طول عمره بس في الاخر هيموت ويبقى وجه الله تعالى فقط لا غير. كوني بقى مستعده ما بينك وبين نفسك من النهارده اني اكون بحب كل حاجه حواليا، بحب عيالي وبحب جوزي وبحب امي وبحب ابويا وبحب شغلي وبحب اصحابي وبحب كل حاجه، لكن لازم اكون حاطه في بالي ونسبه 10% انها هتزول. لا الجمال بيدوم ولا الفلوس بتدوم ولا العمل بيدوم ولا الجواز بيدوم ولا العيال بتدوم
ولا الاب والام. يعني طبعا انا مش بتكلم على، انا منزله الاب والام دايما بقول عليها انها عاليه جدا، لكن ما فيش اي حاجه في الدنيا بتدوم الا وجه الله تعالى وفقط لا غير. اقفلوا على كده. فحضرتك عايز تمشي، باي يا حبيبي. هتعملني عدل، اهلا وسهلا. مش هتعملني عدل، ما تتكل على الله. انا هفضل قاعده حاطه ايدي على خدي مستنيه واحد يعملني عدل؟ ما ان شاء الله معانا عاملني عدل على فكره. صح؟ انا يا حبيبه، يا حبيبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حبيبه ازيك يا طنط رضوى، عامله ايه؟ ازيك يا روح قلب طنط رضوى؟ انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي يا بيبي. لو سمحتي يا طنط رضوى، انا عندي مشكله. بابايا بيشتغل اكتر من شغلانه، 3 شغلانات، ما بيصرفش على البيت، ونادرا ما بيجيب لنا حاجات في البيت وكده. بيصرف على مرات عمي، وعمي متوفي ومديهم اراضي في البلد وكل فلوسه معاهم. احنا مش معانا حاجه تثبت حقنا، ومامتي بسببه جالها فقر دم، ما بيجيبش اكل خالص في البيت يا طنط. بس فما ما بيجيبلهاش حاجه في البيت خالص. فماما جالها فقر دم جديد من كام اسبوع. ماما حبيبي، هو بابا وماما منفصلين؟ لا. اوكي طيب كملي. فهي ماما من كام اسبوع اغمى عليها، جالها هبوط وكان بسبب الانيميا وكده. فانا واخويا قعدنا نبكي عليها جامد. لما اتصلت بالاسعاف هو ضربني وضرب اخويا وما رضيش يجيب لها الاسعاف. لما اتصلت بخالته، ادعي ربنا، ادعي ربنا انه يهديه لامك ويهديه لكم، لان انا مش عارفه بصراحه اقول لك تعملي ايه. انا اسفه. مش كل الحاجات بعرف اقول رايي فيها. في حاجات بره قدرتي وبره خبرتي وبره نطاق تفكيري. فلما بعطل اهو مفيش غيره. انا اسفه يا حبيبي، استغفرك يا ربي واتوب اليك. طيب رضوى، ريحي قلبي. اللي وجعني، انا كنت متجوزه من واحد كنت بعشق التراب اللي بيمشي عليه. حلو. كنت عايشه معاه حياه وحشه، وكنت مستحمله كل يوم ضرب وشتيمه فيا وفي اهلي، بيضربها هي واهلها. مع بنت مش بيسأل معاها، بنت منه مش بيسأل عليها خالص. راح اتجوز تاني وخد حاجتي كلها، وانا من ساعة ما عرفت وانا منهارة ولسه ما اتطلقتش، وانا من كتر الضرب فيا سبت البيت ومشيت. اعمل ايه في ايه؟ في ايه؟ شتيمة وضرب واهانة فيكي انتي واهلك، واتجوز عليكي وخد حاجاتك وسايب البيت وسايبك متعلقه. اعمل ايه في ايه؟ قضيه الطلاق طبعا. اعمل ايه في ايه؟ يعني لا سكن ولا موده ولا رحمه. اعمل ايه في ايه؟ قضيه الطلاق للضرر. هاتيه هو واهله. يا عم الحاج، حضرتك بتضربني وبتشتمني بقالك كذا سنه، ورحت اتجوزت عليا ورميني انا وبنتك وما بتصرفش علينا. حضرتك عايز ايه؟ اللي ليه كبير، اللي ملوش كبير بيشتريه كبير. هاتيه هو واهله. ملوش اهل، دخلي اهلك. بيضرب اهلك، دخلي اللي اكبر منهم. دخلي حد عقله كبير، هو مديره، شريكه، اي حاجه يعني. بس اعمل ايه في ايه؟ ده انا اكمل معاه ليه؟ ده انا فايدته ايه؟ فايدته ايه؟ لا بيصرف ولا بيحترم ولا حنيه ولا طيبه ولا بيطبطب سنين. انا هعمل بيه ايه ده؟ انا اعمل بيه ايه؟ الجئي الى الاهل، مدير، شريك، وديا. لو ما عرفتيش صلي استخاره، ارفعي قضيه طلاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ده الموبايل عادي يا جماعه.
لا انا مش هقول المشكله دي، انا اسفه، عشان انا في مشاكل ما ينفعش نقولها الا الهوا. رضوى، انا اختي من مرات ابويا، اختها من مرات ابوها بيضربوها. وهم مش ساكنين في نفس البيت، بس كل ما بيزوروهم بتضربها. شافني اني حاطه، لا لا مع دي كمان. شايفه اخلص منهم ازاي؟ تخلصي منهم ايه؟ فين ابوكي وفين امك؟ لما اخواتك بيضربوكي فين ابوكي وفين امك؟ فين عمك فين خالك فين خالاتك؟ يعني هل ده بيحصل تحت رعايه الام والاب؟ لو بيحصل تحت رعايه الام والاب وانتي متضرره ومش غلطانه هاتيلك عم او خال او خاله، شاهديهم على اللي بيحصل من اخواتك. طيب ازاي؟ شوف، ده سؤال كويس. السؤال هنا انت يعني في شكر كتير جدا وعظيم جدا وفظيع، وهي بس عايزه تعرف هو انا ازاي وصلت لده، او ازاي وصلت لهذا النضوج، وانه قفل تاني ان الاراء وكذا، معلش انا اسفه، بتاعتي بتعجبها وكده. بصوا، انا طول الوقت وانتوا عارفين، وانا عارفه ان انتوا عارفين، وعارفه ان انتوا حاسين، انا بعاملكم بامانه ربنا كأمي وكأختي فعلا، وكحبيبتي وصاحبتي وجارتي. وبقول جارتي ان علاقتي بجيراني اكتر من علاقه الاخوات. حاجات كتير قوي مش المفروض ان هي بتتقال، وده بيحصل ليه؟ لاني انا ما بعتبرش ان دي كاميرا، وما بعتبرش اللي انتوا بتشوفوني فيها دي شاشه. انا بعتبر ان انا وانتوا قاعدين على كنبه، على طرف سرير، قاعدين في الليفنج، قاعدين في السفره بناكل. فلما واحده فيكم هتقول لي حاجه وتقول لي ايه رايك يا رضوى، انا هقولها. لكن في حاجه مهمه جدا كمان انا لازم اقولها، راي رضوى مش طول الوقت هيبقى صح. اولا لانه رضوى ما تعرفش تفاصيل القصه او الوجه الاخر، ده نمره واحد. نمره اتنين، رضوى بني ادم زيها زيكم ويمكن اقل. نمره تلاته، قد اصيب وقد اخطئ، وده بيحصل لاني بني ادم. عشان كده دائما وابدا بقول قبل ما بقول رايي بقول ايه؟ واستخيروا ربنا. وده شيء مهم جدا، تسمعوا كلامي وتحبوه ويرفع من معنوياتكم ويغير حياتكم وكذا. القرارات المصيريه اللي انا بقولها بتاعت انه لا سيبيه، لا كملي، لا مش عارفه ايه، ده رايي وليس قرار. لا املك اديكي قرار، لا املك اني انا اوجهك في حياتك، لا املك، لاني عبد من عبيد الله، انا لا شيء. فاللي انا بقوله ده مجرد راي، ولان انتي بتطلبي رايي فانا بقوله، لكن ده لا يتحكم في مصيرك، ولا يتحكم في قرارات حياتك، ولا يتحكم، ما تخلوش حد يتحكم فيكوا، حتى رضوى الشربيني. نمرة 6 وده الأهم، قبل ما تلجئي رضوى الشربيني وتطلبي رأيها، روحي ربنا، لا يخطئ، هو اللي خلقك، هو اللي حاسس بيكي، هو اللي عارف انتي بتفكري ازاي، وعذابك وعياطك ودموعك، هو عارف انتي قلة فلوسك عاملة ازاي، هو عارف الحوجة عاملة ازاي، هو عارف كسرة القلب عاملة ازاي. فقبل ما تلجئي الرضوى، الجئي ربنا سبحانه وتعالى اللي احسن من مليار من رضوى من العالم كله. فتاني هقولك، انا بديكي رأي لان انتي بنتي اللي بخاف عليها، بديكي رأي لانك اختي، لانك صاحبتي، لكن الحقيقة بتقول ان رضوى انسان يخطئ احيانا ويصيب احيانا اخرى، ما تعرفش كل تفاصيل حياتك. فممكن النهارده تقولك خلاص لو انت مش عايزه تكملي ارفعي قضيه طلاق، يمكن انت مش في نفس قوتي، مش في نفس شخصيتي، فتطلقي وتبهدلي. انا بقول الكلام ده عشان ده حق ربنا،
يمكن وجايز اللي انا بقوله ده يوقف بنات او ستات كتير انها تبعت مشاكلهم، مش مشكله، لان البرنامج ده اتعمل علشان خاطر نحاول نغير حياه. لكن انا لا شيء، وما عنديش مشكله ان انا اقولها مليار مره ومش مكسوفه، انا لا شيء، لا شيء. انا راي، لكن قرار حياتك انت اللي تاخديه. تستخير ربنا سبحانه وتعالى مليار مره، وربك ارحم بيكي من رضوى الشربيني. معايا مين؟ يا شيماء. الو، مساء الفل يا شوشو. مساء الفل يا طنط، ازيك؟ ازيك يا روح طنط؟ انا بحبك قوي، اقسم بالله مش مصدقه ان انا بكلمك بالله اصلا. وانا كمان بحبك قوي 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 قوي. قولي لي يا روح. بصي يا طنط، انا عندي مشكله. باختصار، مامتي مش مصريه. عايشين في مصر بقالنا 21 سنه. بابايا تاجر. حصل ان من 6 سنين كانت ماما عرفت ان بابا بيكلم واحده. فضل الموضوع مستمر طول 6 سنين. كنا احنا بره مصر وجينا. بابا قال لماما ان الموضوع اتقفل خلاص، وان كانت هي بتيجي الدكان بس لان هي عاوزه حاجات. وبعدين الست دي بدأت تلف على بابا تاني لحد ما هو متجوزها بقاله 2 شهر تقريبا. جينا في يوم بالليل، ماما لقيت التليفون عليه مسجات، فبتقول له ما طبعا مش تعرف تقرأ عربي، بس هي ادتني التليفون وانا قرأت. قلت ماما سألته في ايه ده ايه، قال لها بصي انا مش هقعد الف وادور معاكي، انا اتجوزتها. وبعدين ماما طبعا عيطت جامد، كان الكلام ده بالليل. وعدها ان هو قال لها ان هو عمل كده لان هو مش بيلاقي حقه الزوجي من ماما، فعشان كده يتجوز عليها. وبعدين وعد ماما ان هو هيطلقها خلاص. بقالنا 4 شهور بالظبط وهو مش عاوز ياخد اي خطوه ايجابيه في الموضوع. ماما بقت بتحاول تعمل كل حاجه ما كانتش بتعملها زمان، وهو برضو ما فيش فايده خالص، مش عاوز يطلقها. مش عايز يطلق التانية؟ طيب وماما عايزه ايه بقى؟ ماما عايزه تفضل زي ما هي. ماما مش عاوزه تكمل معاه وفي واحده تانية معاه، لان ماما بتحب بابا جدا، ودايما تقول له فكره ان في واحده تانية في حياتك او ان هي تشاركني التفكير فيك دي ذات نفسها تقتلني. مع العلم ان ماما كانت مسيحيه واسلمت، وكنا عايشين بره وجينا مصر واحنا 8 اخوات، 5 ولاد و3 بنات. طيب بابا عنده اخ يا شيماء؟ أيوة عنده عنده حد بيعمل له حساب؟ يعني حد بيسمع كلامه، بيسمع رأيه، بيخاف منه؟ لا، بابا من النوع اللي هو بيبقى عاوز، مش بياخد رأي حد في حاجة. لو عايز حاجة بيعملها على طول، مش بياخد رأي حد. ايوه، بابا ليه حد نتكلم معاه؟ يعني ليه حد هو بيسمع له؟ يعني لا. عنده صاحب لا. عمر مثلا؟ لا. عنده ابن خالة، اب، ام؟ فين؟ تيتا وجده متوفيين، وبابا عنده اختين، واحده كبيره وواحده صغيره، واخ تحت. عمي حلو. عادي مش ثاني بس، ثاني. اخواته مين فيهم اقرب ليه؟ عنده اخت الكبيره، بس هي كل ما تحاول تتكلم معاه مش بيسمع لها خالص. طب انا هقول لك على حاجه يا شيماء. نعم. انت تجيبي اخوات بابا كلهم. تمام. وعمه وخاله، وبصي كل شخص ليه علاقه ببابا تجيبيه. تمام. وما تقوليش لبابا، اعملي له بقى مفاجاه. طيب وماما تبقى قاعده. بابا مش بيحب كده، غير ان احنا علاقتي ببابا او علاقتنا احنا ببابا ممكن تقولي سطحيه جدا. ايوه، ما هو احنا قبل ما نعالج علاقتنا ببابا دلوقتي، احنا محتاجين بس نلحق الكارثه اللي احنا فيها. أيوة. فاحنا محتاجين يبقى في كذا صوت حوالين بابا يقولوا اللي انت بتعمله ده غلط، والست باقي عليك وشارياك رغم ان انت اتجوزت واحده تانية عليها وبتحبك وعايزه تكمل معاك. فيمكن ينتبه. وطالما ماما اسلمت، خلي عليكم بالدعاء. انا عارفه طبعا ما ينفعش اطلع اقول كده بالله انا لابساه ده، بس هي دي طريقتي. عليكم بالدعاء. هو انا دي ما عنديش ليها حل غير انه احنا هنجيب كل الاشخاص المحيطين ببابا
يقعدوا مع بابا في نفس القعده عشان هو يسمع ان كل اراء مجتمع اللي انت بتعمله ده غلط، بالهواده مش بالزعيق مش بالخناق، علشان ما ينفرش منكم. وعليكم بالدعاء، ما عنديش حل تاني غير ده. والله يكون في عونكم. نرجع لابتسامه الحلوه، نرجع للحلقه الجديده هنبتديها بتقرير دلوقتي حالا، بنرجع ليكم من هي وبس. مساء الخير عليكم، انا شيماء عاشور. هعرفك النهارده ازاي تعملي تسريحه تنزلي بيها بالنهار او بالليل، سهله جدا ومش هتحتاجي فيها غير بنس، مكوى سيراميك ومشط، بس كده.